ازاي حضرتك يا مدام شادية؟ الحمد لله، نحمد ربنا. بس الحالة يعني انت عارف الواحد الحالة اللي فيها. حاسة بايه يا امي؟ حاسة بايه يا مدام شادية؟ ربنا يعلم الواحد حاسس بايه. دي مصر، مصر بلد الواحد. يا خبر ابيض، مش عارفة اقول ايه. انا مش مصدقة اللي بيحصل ده. يعني اقول بدعي ربنا ليل نهار ويعقل ولاد مصر اللي بيعملوا كده يا رب. ويا رب الحالة تتعدل يا رب. وما كنتش اتصور ده. يعني مصر دي في القرآن، اسمها مكتوب في القرآن. يعني لازم نحافظ عليها. حتى يعني اذا كان يعني لازم يحافظوا عليها علشان مصر ولادنا لازم يحافظوا عليها. مصر عملت ايه بس يا ربي؟ مش عارفه اقول لك ايه يعني. قولي لي يا مدام شادية، تقولي ايه لاولادنا اللي واقفين في ميدان التحرير، الطرفين اللي واقفين قدام بعض دلوقتي حالا بيحصل بينهم تناحر وضرب وقتال ودماء على الاسفلت، تقولي لهم ايه؟ حاجه تقطع القلب طبعا. يعني دول يعني مصريين الاثنين يعملوا في بعض كده. دي ما حصلتش ولا هتحصل. ازاي كده؟ ازاي يهونوا على بعض؟ على ايه؟ ليه؟ يا خبر ابيض. ده يعني الواحد يعني مش عارفه. الواحد مذهول. واحد يضرب في اخوه ابن عمه، مش معقول. وامهاتهم واباتهم يعملوا ايه؟ ما كان يعني انا مش مصدقه ان مصر يحصل فيها كده. والله مش عارفه اقول لك ايه. قولي لي يا مدام شادية نعمل ايه؟ يعني انا لو انا نفسي تقولي لي ايه اللي ممكن نقوله بكره يوم الجمعة. من المنتظر ان بيكون في مظاهرات موجودة في جامع الدول العربية بتؤيد الرئيس مبارك، وفي ميدان التحرير مظاهرات بترفض وجود الرئيس مبارك، والمتوقع ان المظاهرات بتاع جامع الدول دي تروح لميدان التحرير. ساعتها هتحدث معركة بين الطرفين وتسيل الدماء في كل مكان. نقول لهم ايه دلوقتي؟ نقول لاولادك ايه دول؟ حرام. نقول لهم حرام. ده حرام اللي بيعملوه ده. دي مش مصر اللي يحصل فيها كده. دول مش مصريين اللي بيعملوا كده. مش ممكن مصري يرضى البلد ويعمل فيها كده. اقول ايه اكتر من كده؟ عموما احنا مش عارفين نقول لك ايه. انت عارفه الحاجه الوحيده اللي بتطمنا ان عملاقه زي حضرتك لما تكلم النهارده اولادها من المصريين كلهم المتناحرين يا رب يحبوا بلدهم. يعني يحبوا امهاتهم وابهاتهم واخواتهم، ما يحصلهمش حاجه. البلد يحبوا مصر. اهم حاجه مصر لازم يحبوها ويعشقوها. ادعي لنا يا مدام شاديه، ادعي لمصر يا مدام شاديه. بصلي وبدعي وبقرا قران وكله لبلدي، وبلدنا مؤمنه يا رب. ربنا ينقذها يا رب. يا رب يا مدام شاديه. يا مدام شاديه، انا شاكر جدا انك انت كنت اول المشاركين معانا في هذا اليوم. بشكرك، وده اللي احنا منتظرينه من فنانه كبيره وعظيمه زيك، تغنت لمصر وحبت مصر وقالت يا حبيبتي يا مصر. الله يخليك يا اخويا، ميرسي قوي يا اخويا. متشكر جدا يا مدام شاديه، اشكرك جدا جدا جدا.